احنا بالعراق احنا سبقناكم بالحرب ب10 سنين. انتم لما صارت الحرب عندكم احنا بس اسمح لي احنا سبقناكم بالحرب 10 سنين. القاعده اللي وصلنا لها احنا سنه العراق، المفهوم اللي وصلنا له، الشيعي اذا تريد تناقشه تحط طلقه براسه بعدين تناقشه، الشيعي ما يتناقش. العلويه اللي عندكم بسوريا انجز من الشيعه لدرجه انه احنا بس خلينا العلويه اللي عندكم بسوريا انجز من الشيعه لدرجه انه الشيعه الاثني عشريه بالعراق عندنا يكفرون العلويه حتى يسموهم العلي الهيه. لماذا سموا بالعلي الهيه؟ لانهم يؤلهون علي. ان كان هذا الحال بالنجس أنك تطلق النار على رأسه ثم تناقشه، فكيف الحال بمن هو أنجس وأكفر منه؟ بال2006 لما صارت فضيحة سجن أبو غريب، لما طلعت الصوت وشون كانوا حاطين، أنا طبعا ما أتعمد إنه أخدش الحياء من أسمعكم حتى شوية اللي عنده دم شوية يتحرك، لأن ملينا من المثاليات، ملينا من الأخلاقيات ما حركتنا الاخلاقيات. لا، لازم نتكلم بالارض الواقع. هذا اللي كان يحدث ببنات المسلمين في العراق. وطلعت الصور لما كانوا حاطين زنزانات وعلى الزنزانه مكتوب لافتة بيضاء مكتوب عليها بالاسود هنا عائشه ادخل تمتع. انتوا السنه العتب مو على الشيعه، العتب مو على العلويه، العتب عليكم انتوا السنه. ذولا الانجاس الشيعه لما كانوا يقتلونا احنا بالعراق بال2003، احنا العراقيين كنا مصدومين انه شلون العراقي يسوي بالعراقي هيك. لما بحثنا بعقيدتهم وجدنا في كتاب نعمة الله الجزائري أحد أئمتهم في كتاب الأنوار النعمانية مجلد الثاني، حينما سئل جعفر الصادق طبعا حاشاه عن دم الناصب قال حلال الدم ولكن أتقي عليك إن قدرت أن تقلب عليه جدارا أو تغرقه في ماء فافعل. إذا قتلنا هذه عبودية يتعبدون بها الله عز وجل. طيب ما هو حكم أموالنا أموال السنة؟ قال جعفر الصادق توه ما قدرت عليه ثم ادفع إلينا خمسه، أي خذ ما قدرت عليه من أموالهم ثم ادفع إلينا خمسه. جيد. ما هو حكم أعراضنا؟ الخنساء السورية هاي المرة العجوز اللي طلعت من سجن درعا اللي سووا لها مقابلات كانت تقول، كان الضابط العلويتين يقول نحن نزني بكم لأن في عقيدتنا عائشة زانية. هؤلاء يا شباب السنة المحسوبين علينا سنة، هؤلاء ليسوا مجرمين، العلوية والشيعة ليسوا مجرمين، ليسوا إرهابيين، هؤلاء يمارسون بكم الدين. اللي يريد يعرف حقيقة الدين الشيعي لا ينظر إلى كلامهم، ينظر إلى أفعالهم في منطقة الزبير بالبصرة جنوب العراق حينما كانوا يقطعونهم تقطيع ويذيبونهم في مادة التيزاب. تخيل أنت نايم ينيموك على ظهرك وتؤتى بمادة التيزاب توضع على قدمك وأنت ترى وتشعر. يبدأ جلدك بالذوبان ثم يبدأ اللحم، يعني تشوف لحمك يبدأ بالذوبان وتشوف الدم يغلي ثم تصل هذه المادة إلى العظم فيبدأ العظم بالذوبان. تخيل تشوف نخاع العظم مالتك يغلي. والله العظيم سووا بينا أمور أقسم بعزة جلال الله كان الشيعي الإيراني ينصدم من العقل الشيعي العراقي ماذا كان يفعل بسنة العراق. يا شباب العتب ليس على هؤلاء يمارسون الدين. أنا كمسلم أنا كيف أعبد الله؟ أعبد الله بالصلاة والصيام والتوحيد والكفر بالطاغوت، هذه عبادتي كمسلم. هؤلاء يعبدون الله بقتلنا واغتصاب أعراضنا وسرقة أموالنا. أنتم بسوريا مو كانوا يهدمون منازلكم يأخذون حتى الحديد المسلح يبيعونه بالسكراق؟ يا أخوة هؤلاء ليسوا جوعى، ليسوا مجرمين، هؤلاء يمارسون الدين. العتب عليكم أنتم شعب العراق، شعب سوريا، شعب أفغانستان، أنتم لستم ضحايا، أنتم مجرمون. لماذا مجرمون؟ لأنكم لا تمارسون الدين بهم كما هم يمارسون الدين بكم. كيف نمارس الدين بهم؟ كثير من سنة العراق هسه احنا مو صار لنا 20 سنة قتل ودمار وتفننوا بينا وتفننوا بأعراضنا وبلدنا. كثير من سنة العراق الآن يقول لي والله الشيعة أخواننا وأخوان سنة وشيعة، هذا العراق منبيعة ومسلمين يقولون لا إله إلا الله. حبيبي انت سني؟ اي انا سني. جيد، طالما انت سني خليك وياي. الخلال عن ابي بكر المروزي، هذا احد كبار علماء اهل السنه، عن الخلال عن ابي بكر المروزي قال سمعت ابا عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله يقول قال الامام مالك الذي يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له اسم او قال نصيب في الاسلام. ابن كثير رحمه الله احد كبار المفسرين عند اهل السنه
عن قوله تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام ابن كثير ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال لأنهم يغيظونهم ومن غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من أهل العلم رضي الله عنهم وارضاهم. الأدلة أكثر من أن أحصيها يا أخوة. الشيعة ليسوا مسلمين والشيعة ليسوا طائفة، الطائفة جزء من جزء. الشيعة دين، الشيعة ليسوا مسلمين، الشيعة دين يتستر بالإسلام. هن أذناب لإيران، زرعوا زرع في العراق. هؤلاء ليسوا أذناب إيران، هؤلاء أذناب اليهود. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك وافقه الإمام الشوكاني أيضا رحمه الله قال ومعاونتهم لليهود أمر قد اشتهر حتى ظنهم الناس أنهم حمير لليهود. أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. يا شباب الحرب الدينية لا تجابه إلا بحرب دينية. هؤلاء الشيعي الآن أي شيعي الآن تسأله ما حكم الناصبي أو ما حكم السني؟ نواصب كلاب أبناء زنا حاشاكم طبعا لأنهم يعتقدون أننا كلنا أبناء زنا. لماذا نحن أبناء زنا يا شباب حاشانا وإياكم؟ لماذا؟ لأنهم يقولون أن في أموالكم حق الإمام أي الخمس وأنتم لا تدفعون الخمس تتزوجون بهذه الأموال فعقد باطل إذن أنتم أبناء زنا. مباشرة أي شيعي من عمر 6 سنين إلى عمر 70 سنة يعرف عقيدته، يعرف أنه إحنا حكمنا كفار مرتدين حلال الدم والمال والعرض. بينما السني المحسوب عليك سني والله شيعة مسلمين وإخواننا وإخوان سنة وشيعة والشعب السوري واحد وأنا شيعي أنا سني أنا درزي أنا إسماعيلي أنا الثائر السوري وأنا مسيحي أنا صائبي أنا يهودي أنا السني أنا الثائر العراقي. فيا شباب الحرب الدينية لا تجابه إلا بحرب. شوف الشيعة توحدوا، المشكلة لم يتوحدوا فقط مع أبناء جلدتهم بل توحدوا حتى مع الذين كفروهم. الآن إذا تروح تراجع مثلا الحر العاملي أو تراجع مثلا الشيخ المفيد هذا كبير الطائفة الاثني عشرية تجدهم أنهم يكفرون العلوية. لكن حينما كانت دفة الحرب ضد أهل السنة في سوريا توحد الشيعي الاثني عشري الذي يكفره العلوي مع العلوي الذي يكفره الشيعي الاثني عشري فتوحدوا في صف واحد ضد السني إن كان السوري ولا إن كان العراقي. حدث نزاع فيما بيننا نحن المسلمون يجب أن يحلوا كما قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا أن يحلوا عن طريق تقولون أنا مسلم مباشرة عقبهم تشيلون سلاحكم ما يجيكم واحد يقول لكم والله بشار الأسد يقول لا إله إلا الله ما يصير تقتله. لا، الذي يقول لا إله إلا الله يصير أقتله إن لم يأتي بشروط وأركان لا إله إلا الله بيكو. إحنا قبل عندنا بالعراق أنا أحكي لك أيام جاهليتي أنا كنت أرفع راسي وأقول ارفع راسك أنت عراقي. أرفع راسي على شيء؟ أرفع راسي على شنو؟ بعد اللي صار بالعراق أنا مفتخر بالعراق على شنو؟ شو أنا بلدي صاير محافظة إيرانية ونسواننا ما شاء الله حبلا وجابا بالسجن. أنا أفتخر بشنو؟ أفتخر بالدياثة؟